الموت الحقيقة الوحيدة في الوجود. كلنا نعرف النعش، الصندوق الخشبي اللي الإنسان بيتحط فيه قبل دخول القبر. قصتنا النهاردة عن نعش، بس مش أي نعش، نعش ملعون وجوده في غير مكانه بيسبب كوارث وخراب لأي حد بيقرب منه. مفيش شيخ قدر يفك لعنته. يا ترى ايه قصة النعش ده؟ اسمع القصة للآخر علشان تعرف قصة لعنة نعش سميحة. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. صاحب القصة بيحكي ويقول: عندنا في البلد الأهالي جابوا مبلغ وبنوا بيه مسجد صغير، ولما المسجد اتشطب واحد من أهل الخير بعت لنا مصاحف نحطها في الجامع، وبعت لنا نعش من اللي بينقلوا فيه الميتين، وكمان بعت حوالي 5 أكفان. أيا كانت الطريقة اللي وصل بيها النعش. وقبل ما أكمل أعرفكم بنفسي، أنا اسمي سعيد، عندي 40 سنة، متجوز ومخلف وساكن جنب الجامع، وكمان أنا المؤذن في الجامع. المهم لما جت صدقة كان من ضمنها تابوت، أو خليني أقول نعش. النعش ده حجمه كبير، يعني مش هينفع يتحط في المسجد، خصوصا الأيام دي لأن في إصلاحات لسه شغالين عليها وما ينفعش نتخلص منه، إلا إننا هنستخدمه لما نيجي ننقل حالات الوفاة بدل ما نروح نجيب نعش من قرية تانية. وبرضه لأن مدخل البيت عندي واسع وفاضي، أخدته عندي في البيت وسبته عند المدخل مؤقتا لحد ما الاقي مكان مناسب نحط فيه النعش. وأول ما دخلت بيه وأنا شايله، مراتي أم محمد قالت لي: إيه اللي أنت جايبه ده يا سعيد؟ ده نعش وداخل علينا بيه، ده فال وحش. قلت لها: في إيه يا ولية؟ أمال أوديه فين؟ قالت لي: ترجعه مكان ما جبته، ده أنا أول ما شفته جيتي اتلبشت. قلت لها: هو أنا جايبهولك تنامي فيه؟ ده هيترمي هنا كام يوم لحد ما رجعه المسجد. عاندت مع مراتي ودخلته وسبته في مدخل البيت، وعدى اليوم كله عادي، بالإضافة لخناقات الكتير اللي تمت بيني وبين مراتي، وبسبب كده أخدت العيال وسابت البيت. كبرت دماغي وقلت هتقعد كام يوم في بيت أهلها وهترجع، وروحت فردت جسمي على سريري ونمت وأنا لوحدي في البيت. وبمجرد ما غمضت عينيا صحيت مفزوع وبنهج. بصيت حواليا لقيت نفسي نايم جوه النعش وعرقان قوي. خرجت من النعش وقلعت الجلابية ورميتها على الأرض وأنا مصدوم من اللي حصل، وبسأل نفسي أنا وصلت هنا إزاي؟ غسلت وشي ورحت الأوضة اللي هنام فيها، وهناك بمجرد ما دخلت لقيت واحدة ست لابسة اسود في اسود، كانت واقفة ومدياني ظهرها. لما شفتها قدامي قلت لها: انت مين يا ست؟ وازاي دخلت هنا؟ اتلفتت وكشفت عن وشها، وانا اتخضيت لما شفت بشاعة منظرها. اتنهدت هي بصوت مسموع، ولان البيت فاضي الصوت شق سكون الليل. ومع تاني مرة تتنهد فيها بنفس الطريقة صرخت في وشي صرخة عالية، صوتها ردت في البيت كله، وبسببها اغمى عليا، حتى ما حسيتش بالخبطة اللي اتخبطتها في مولة السرير، وسببت لي جرح في دماغي حسيت بيه لما فقت. فتحت عينيا لقيت مراتي واقفة قدامي، وبدل ما تساعدني او حتى تنور اللمبة قالت لي: قلت لك ابعد عن النعش وانت ما سمعتش الكلام. عاجبك اللي حصل لك، وطول ما النعش عندك ياما هتشوف. رديت عليها وانا متأثر باللي حصل لي ومش مستوعب الطريقة اللي هي بتكلمني بيها. رحت قلت لها: انت بتكلميني كده ليه؟ ده في دم بينزل من دماغي. ضحكت بطريقة مرعبة وخرجت من باب الأوضة وهو مقفول. اتصدمت من اللي شفته وسندت على السرير وقمت نورت اللمبة، لفيت الجرح بعمامة بيضة وخرجت لفيت البيت كله وانا بنده لأم محمد، لكن مفيش حد غيري في البيت. ما كانش قدامي غير اني اتصل بمراتي، وللأسف قفلت من الموبايل بتاعها. بس لما كلمت بنتي ردها خلاني اتخشبت مكاني وانا واقف على السلم. لما سألتها قلت لها: شهد يا حبيبتي، هي ماما فين؟ البنت قالت لي: ماما من ساعة لما جينا وهي نايمة جوه ومش راضية تصحى وعمالة تتكلم وهي نايمة، وسمعتها بتكرر جملة: اللي هيدخل النعش هيموت، وانت ليه يا بابا جبت النعش ده عندنا البيت؟ ما ردتش على بنتي وقفلت المكالمة. هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ انا شفت مراتي فوق، وازاي هي في بيت اهلها؟
وكمان دي خرجت والباب مقفول. حاسس ان دماغي هتنفجر، والجملة اللي قريتها شهد. يا ترى ايه اللي بيحصل لي ده؟ وفي وسط ده كله اتكررت الضحكة مرة تانية، صوت ضحكة واحدة ست. الصوت اتردد في البيت كله، واللي اول ما سمعته خرجت بره وقفلت الباب ورايا ونمت على العتبة، وانا ساند دماغي على الباب. معرفش نمت ازاي في الوضع ده، ولحد ما النهار طلع ولقيت حد من الجيران بيصحيني، حتى راحت عليا صلاة الفجر. وبالنهار فتحت الكشك اللي انا بشتغل فيه، وقضيت يومي بره البيت، وحاولت اعرف مين اللي اتبرع بالنعش والحاجة اللي جت معاه، وما وصلتش لحاجة. والناس قالوا لي ان كده الاجر هيروح ومش لازم اعرف مين اللي بعت الحاجة دي. المهم في اخر اليوم رجعت البيت، وكنت نسيت اني مراتي مش في البيت، وكمان لقيت الباب موارب. دخلت ونورت النور وقعدت جنب النعش حوالي دقيقة وانا ببصله، وفي الاخر رفعته وقلبته، وهنا لقيت على الجهة التانية مربع محفور مكتوب فيه نعش سميحة 2007. ما فهمتش ده معناه ايه، بس المختلف في النعش ده ان خشبه من احسن انواع الخشب، كان متوفر زمان. سبته مقلوب وطلعت فوق، قلت يمكن تكون ام محمد بعتت لي اكل زي عوايدها اما بتروح عند بيت اهلها. ولما طلعت فوق بدأت اسمع صوت دق خشب جاي من تحت. نزلت بسرعة دورت في البيت كله، ما لقيتش حاجة، بس واحدة واحدة بدأت اسمع صوت الدق واطي جدا. وقتها انا معرفتش احدد الدق جاي منين، بس لما قربت من النعش وكان مقلوب زي ما سبته وزقيته برجلي، في اللحظة دي الدق وقف. بعدها على طول رفعت النعش وما لقيتش حاجة تحته، بس لاحظت حاجة غريبة تبان صغيرة لكنها علقت معايا. النعش كله لونه اسود، كان في جنب متقشر وعليه قطرات دم ناشفة. لمسته بايدي والدم كان بيتقشر. وقتها مبينا مراتي هي اللي بتتصل، بس لما فتحت المكالمة ردت شهد بنتي وقالت الحقنا يا بابا، ماما تعبانة قوي وكل شوية تنام وتصحى مفزوعة وبتصرخ كمان وتبدأ تقول كلام غريب. قلت لها طب خلاص يا حبيبتي انا جاي حالا. رحت بسرعة على بيت حماية، وهناك لقيتهم كلهم خايفين ومرعوبين وحابسين عفاف مراتي في أوضة لوحدها والعيال مع جدتهم. ولما فتحت الباب ودخلت لقيت مراتي في وضع مش كويس، وهي مرمية في الأرض على ظهرها وبتزحف بطريقة غريبة وبتطلع دم من بقها. وفجأة وقفت قدامي ووشها بدأ ياخد تجاعيد بشكل معين، ولما ملامحها اتغيرت افتكرت ملامح الست اللي شفتها عندي في البيت. مسكت ايد ام محمد وهزتها جامد علشان تفوق من اللي هي فيه، لكن لسه زي ما هي، وكمان عينيها بدأت تنزل دم. سبتها في الأوضة وخرجت. لقيت بنتي بتقول لي يا بابا هي ماما مالها؟ دي لما انت جبت النعش وانا خرجت عند جيراننا ورجعت لقيتها نايمة جوه النعش. صحتها وقتها قامت مفزوعة وعيطت وجابتني على هنا. قلت لنفسي بس انا كده فهمت. خرجت بسرعة جبت الشيخ عبد الله شيخ الجامع ورجعت معاه. اول ما شافها قال لي روح حط ايدك على دماغها وقرا لها قرآن واعملها رؤية شرعية لحد ما تهدى وان شاء الله خير. بس انت مش عارف اللي حصل لها ده من ايه؟ قلت له ايوه النعش، هي نامت جواه وانا كمان. فجأة كده صحيت لقيتني نايم جواه، معرفش ازاي ده حصل. قال لي طيب خلاص ابقى خرج النعش من عندك وانا هسأل واعرف النعش ده حكايته ايه. عملت زي الشيخ ما قال لي، والحمد لله عفاف بقت كويسة، ولظروف معينة مش هينفع ابات عند اهل مراتي، وعلشان كده رجعت البيت لوحدي. واول ما فتحت الباب زقيت النعش بره قدام الباب وسبت وطلعت فوق. غيرت هدومي ونمت، وعلى نص الليل كده صحيت على صوت حد بيخبط على الباب جامد. قمت مفزوع. وقتها الصوت اختفى، كان اشبه بصوت الدق اللي سمعته امبارح. قمت بصيت من الشباك ما كانش فيه اي حد في الشارع، واتأكدت من كده لما قلت مين اللي بيخبط؟ ولاني كنت تعبان رجعت نمت، ومجرد ما رحت في النوم لقيت الدق والتخبيط رجعوا تاني وبطريقة مزعجة اكتر من الاول. اتضايقت قوي وقمت ولعت سجارة ونزلت اشوف مين اللي بيخبط. واول ما فتحت الباب شفت قدامي الشيء اللي ما توقعتش انه يحصل. لقيت الشيخ عبد الله نايم جوه النعش.
صحيته وهو كمان فاق ومش مستوعب هو فين وجه هنا ازاي. دخلت عنده وقلت له انت كويس يا شيخ عبد الله؟ رد وقال لي الحمد لله يا ابني، بس انا مش عارف انا جيت هنا ازاي، يظهر ان النعش ده ورا مصيبة. قلت له احنا نحرقه ونخلص منه. قال لي لا اوعى تحرقه، اللعنة اللي عليه انتشرت وسطينا واللعنة مش هتختفي بحرق النعش، احنا لازم نشوف حكايته ايه علشان قبل ما نخلص منه نخلص من اللعنة معاه. سكت وانا حاسس بذهول من اللي انا سمعته ده، يعني احنا دلوقتي متحوطين بلعنة مش عارفين هي ايه. المهم كل اللي عملته الليلة دي اني وصلت الشيخ عبد الله بيته، هو قريب من هنا، ولما رجعت لقيت النعش جوه البيت مع اني ما دخلتوش. عديت من جنبه وحطيت رجلي على اول سلمة والنور قطع، ومع قطع النور والضلمة بقت حواليا في كل حتة. سمعت صرخة طويلة عالية رنت في كل اركان البيت، وبعدها رجع الهدوء مرة تانية للبيت، وهنا سمعت صوت بيردد وبيقول رجع النعش واوعى تحرقه، اللي هيحرق النعش النار هتحرقه، رجع لي النعش رجعه. سمعت الكلام اللي اتقال لي وحاسس اني انا اتخشبت مكاني، حتى بالعافية بلعت ريقي وحاولت اتحرك واخرج بره البيت، وفعلا مشيت ناحية الباب وانا بفتحه كانت ايدي منملة، ولما فتحته وخرجت الباب اترزع ورايا وانا بره، وقعدت على عتبة لحد ما النهار طلع، وده تاني يوم تفوتني صلاة الفجر. قمت صليت وفتحت الدكان بتاعي، والغريب بقى وانا واقف في الدكان عدى عليا الحاج حسين وهو من اهل البلد وقال لي جرايه سعيد، ده انا جيت اصحيك عشان تصلي الفجر معانا، كنت هتضربني وزقتني وانا في سن والدك، وكمان انت كنت نايم على العتبة ليه؟ هو انت بقيت تشرب ولا ايه يا ابني ولا ايه حكايتك؟ انا مش فاكر اي حاجة من اللي هو بيحكيهولي، انا حتى مصدوم من اللي بسمعه، لكن رديت عليه بأدب وقلت له لا يا عم حسين انا مقصودش، بس ما تاخذنيش يعني اصلا تعبان شوية، وقعدت اخد ودي في الكلام معاه. ولما مشي رجعت البيت صورت النعش والكتابة اللي عليه ورجعت تاني الدكان. عدى يجي ساعة وانا بحاول اتواصل مع حد من المشايخ الكبار، لكن مع دخول الشيخ عبد الله عليا وانا بشتغل قرب مني وقال لي في ودني انا وصلت للراجل اللي اتبرع بالنعش والحاجة اللي جات لنا، ولما سألته قال لي انه اشترى النعش من واحد بيبيع حاجات قديمة ومستعملة واداله النعش ده ببلاش. المهم انا جبت عنوانه، شوف نروح له امتى علشان نعرف حكاية النعش ده ايه. قلت له احنا لسه هنستنى؟ انا هقفل الدكان ونروح دلوقتي. وفعلا قفلت الدكان ورحت انا والشيخ عبد الله على عنوان الراجل اللي قال لي عليه. واول ما وصلنا بيته كان في جنب بيته حتة ارض واسعة وفيها سراير قديمة وكراسي وترابيزات، وكان معلق على بيته يافطة صغيرة مكتوب عليها بليات المعلم شحاتة للأساس المستعملة. لما خبطنا على الباب خرج المعلم شحاتة، وقتها الشيخ عبد الله قال له انت المعلم شحاتة؟ احنا جايين لك من طرف الاستاذ اسامة اللي انت اديته النعش. قال لنا ايوه، اي خدمة، تمرنا بحاجة يا استاذ؟ بدأت احكي له على كل اللي حصل معانا من اول ما استلمنا النعش، وانا بحكي له حسيت زي ما يكون في حاجة مش عاوز يقولها لنا، بس لما خلصت كلامي قال لنا انا معرفش افيدكم بحاجة، حتى انا اما بتيجي سيرة الجن والعفاريت جتتي بتتلبش، بس كل اللي اقدر اساعدكم بيه ان انا اوصلكم بالراجل اللي جاب لي النعش، وهو راجل تربي اسمه الحاج عباس، راجل عجوز بس فيه صحة ولسه بيدفن الميتين، ساكن في الشارع اللي ورا القهوة. روح هناك واسأل عن عباس التربي ألف مين يدلك. بصينا لبعض انا والشيخ عبد الله، كنا حاسين اننا قربنا نوصل لحاجة، ومن عند الشحاتة بتاع الموبيليا مشينا لحد القهوة، ومن هناك اخدنا توك توك لحد بيت الحاج عباس التربي. ولما وصلنا عنده وقعدنا اتكلمنا معاه وحكينا له على كل حاجة، لقيناه فجأة قام وقف وقال لنا تعالوا ورايا، الكلام هنا ما ينفعش. خرجنا معاه وركبنا توك توك واخدنا معاه وطلع بينا على المدافن اللي هو بيشتغل فيها، ودي قريبة من بيته مسافة 10 دقايق. لما وصلنا الحاج عباس مشي قدامنا وسط الجبانات، وانا والشيخ عبد الله مشينا وراه لحد ما وقف عند جبانة وقال دي جبانة سميحة وابنها. سميحة اللي لقيته اسمها مكتوب على النعش من تحت، واللي ما تعرفوش ان النعش نفسه كان جوه قبر سميحة. اتصدمنا بسبب الجملة اللي سمعناها، وبرضه لسه ما جمعناش الفكرة،
يا ترى ايه حكاية سميحة وابنها؟ وهنا الشيخ عبد الله قال: انا مالي بكل ده، احنا هنخلص من النعش ده امتى وازاي؟ ده احنا ما بقيناش عارفين ننام. رد الحاج عباس وباين عليه حاسس بالذنب وقال لنا: انا كل اللي اعرفه من زمان لما جيت ادفن الست سميحة بناتها قالوا لي اخلي النعش جوه معاها في القبر، وده اللي حصل. سبت النعش جوه، ولحد من شهر كده جه فريق متطوعين بيخرجوا الاعمال والسحر المدفون في المقابر، وهم بيلفوا على كل المدافن وخرجوا اسحار واعمال كتير. ولما وصلوا جبان السميحة وفتحوها لقوا النعش ده، وقالوا لي ان النعش ده خشبه من احسن انواع الخشب وممكن استفيد منه. وانا اديته لشحاتة بتاع الموبيليا وقلت له يتصرف فيه، ومن هنا النعش وصل لكم. سكتنا انا والشيخ عبد الله مش عارفين احنا وصلنا لايه. احنا وصلنا لحيطة سد. سكوتنا مدامش كتير لان الحاج عباس التربي قال لنا: انا هقول لكم على حاجة يمكن تساعدكم. بكرة الشيخ عثمان هيجي يصلي معانا الجمعة، وبعد الصلاة اقعدوا اتكلموا معاه. على فكرة هو اللي كان مجمع الفرقة وعملوا تنظيف للمقابر من السحر والأعمال، وهو اللي خرج النعش من جنبان السميحة وابنها. يعني هو الوحيد اللي هيعرف يساعدكم في المشكلة دي. اتفقنا مع التربي اننا هنيجي بكرة نصلي الجمعة سوا ونقابل الشيخ عثمان. وفعلا رجعت البيت على غياب الشمس كده، واطمنت على مراتي والولاد بالتليفون. وانا داخل البيت عديت جنب النعش من غير ما ابصله، وكنت حاسس ان قلبي مقبوض. وانا طالع السلم سمعت صوت الباب بيتقفل رغم اني قفلته وانا داخل، والصوت ده خلاني رجعت اتاكد لقيت الباب فعلا مقفول. رجعت تاني طلعت السلم ودخلت اوضه نومي. ما انكرش ان انا كنت خايف، وكل ما الوقت بيعدي قلبي بيتقبض اكتر، وخايف النور يتقطع زي ما حصل امبارح. وكمان موبايلي فصل شحن. سبت جنبي وقعدت على السرير، وهنا سمعت صوت همس في ودني بيقول لي: تابوت سميحة لازم يرجع. قمت مفزوع من مكاني وقعدت اتلفت حواليا. ايه اللي انا سمعته ده؟ كنت حاسس ان في حد معايا في البيت. بلعت ريقي وقعدت على السرير مرة تانية، والمرة دي حسيت بحركة بره الأوضة. مشيت خطوة خطوة ناحية الباب وفتحته، ومجرد ما فتحت الباب لمحت واحدة ست ملفوفة بملاية سودة ومش باين منها أي ملامح، وكانت نازلة على السلم. أنا يا دوب لمحتها لأن في اللحظة دي النور اتقطع. وقتها اتكلمت قلت: مين هنا؟ في حد هنا؟ محدش رد عليا، وأنا نزلت وراها وأنا بكرر نفس الكلام لحد ما وصلت عند النعش. وهناك شفت الست اللي لابسة ملاية سودة وكانت قاعدة فوق النعش، وشكل عينيها اللي باينة من تحت الملاية بشع. رجعت لورا وانا بقرا قرآن في سري. وقتها سمعت صوت صرخة عالية جدا، نفس الصرخة اللي سمعتها امبارح، واختفت الست. اما انا كنت حاسس برعشة في كل حتة من جسمي، بس الحمد لله النور رجع وخرجت بره البيت. اتفاجئت بالشيخ عبد الله جايلي. قلت له: خير يا شيخ عبد الله، ايه اللي جابك؟ قال لي: انا جيت اقول لك بلاش تبات في البيت النهارده وروح بات في الجامع. قلت له: ما انا بعد اللي شفته ده ما كنتش هبات في البيت اصلا. قال لي: اتصلت بيك مرة واتنين، ولما لقيت تليفونك مقفول جيت لك بنفسي. قلت له: في خير يا شيخ عبد الله. رحت نمت الليلة دي في الجامع، وتاني يوم رحنا انا والشيخ عبد الله نصلي الجمعة مع الحاج عباس التربي. وبعد الصلاة عرفنا على الشيخ عثمان وقعدنا اتكلمنا معاه وحكينا له على كل حاجة. ولما خلصنا كلامنا الشيخ طلب من الحاج عباس حاجة غريبة جدا. قال له: يا حاج عباس، الجماعة قالوا اللي يعرفوه، لكن لسه الحكاية ما كملتش، واللي هيكملها لنا حد من طرف المرحومة سميحة. ابعت هات لنا واحدة من بنات سميحة، أكيد بيجوا يزوروا قبر أمهم وأنت تعرفهم. قال له: أيوة أعرفهم، حالا هبعت لهم حالا. وبعد أكتر من ساعة وإحنا قاعدين في بيت الحاج عباس لقيناه داخل علينا ومع واحدة ست وشايلة طفل على كتفها. أول ما دخلت رمت السلام وقالت: أنا سامية بنت المرحومة سميحة. الشيخ عثمان ادالها فكرة عن اللي حصل وسألها: وانتوا ليه دخلتوا النعش جوه الجبانة بعد ما دفنتوا أمكم؟ ردت وقالت: زمان يا سيدنا الشيخ كان أبويا بيني وبين عمي خلافات ومشاكل كتير، وأبويا مات ومعرفناش ناخد حقنا من عمنا. ولما كبر أخويا حاتم فتح محل نجارة، أمي كانت تقول له: دور على حق أبوك وما تسيبش حقك وحق إخواتك حتى لو فيها موت عمك. وحاتم عشان يفرح أمه عمل النعش وكتب عليه اسم أمي
وتاريخ السنة 2007، وقال لها انا هجيب لك جثة عمي هنا جوه النعش ده. ولما عمي عرف بالموضوع بعت بلطجية خلاها مدوحة حاتم وهو في المحل وحطوه جوه النعش. ولما امي عرفت ما استحملتش موت ابنها الوحيد، وفي اليوم اللي اتدفن فيه امي قالت لنا لما اموت دخلوا النعش معايا جوه قبري، وشربت سم ونامت جوه النعش. وتاني يوم الصبح لقيناها في المحل نايمة جوه النعش بس كانت ميتة. وفعلا نفذنا وصيتها وقلنا للحاج عباس يدخل النعش معاها التربة. فضلنا كلنا ساكتين لحد ما الشيخ عثمان قال لنا تروحوا تجيبوا النعش وتيجوا على الترب على قبر سميحة. رحنا انا والشيخ عبد الله جبناه ورحنا بيه على قبر سميحة. لقينا الحاج عباس فتح لنا القبر والشيخ عثمان واقف يقرا قرآن. وهناك دخلنا النعش لقبر سميحة مرة تانية وقفلنا القبر. والشيخ عثمان طمنا وقال لنا خلاص يا جماعة ما تقلقوش، مش هتحصل حاجة تانية، وإن احتجتوني في أي وقت كلموني. سلمنا على بعض وكل واحد فينا رجع لبيته وحياته، وأنا كمان رجعت مراتي والعيال البيت. لكن الحياة الهادية ما دامتش كتير، لأن بعد أسبوع واحد بعد نص الليل الباب خبط. نزلت أشوف مين، لقيت النعش عند مدخل البيت وسميحة قاعدة فوقه وبتضحك بصوت مزعج، ومع صوت ضحكتها الكهرباء اتقطعت. وهي دي نهاية حكايتي.